السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نتكلم اليوم عن حلم مهم جدا، وهو حلم المرأة السمراء أو السوداء في المنام بالنسبة للرجل والشاب الأعزب، وبالنسبة للمرأة المتزوجة، وبالنسبة للبنت العزباء والمطلقة والأرملة. في البداية تشاركون في الصلاة على رسول الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه. بالنسبة للبنت العزباء اللي ترى في منامها المرأة السوداء القبيحة أو البنت السمراء، يعني لو حلمت إنها تصادق بنت سمراء أو تحلم بامرأة سمراء كثير، هذا له دلالات كثيرة بالنسبة للبنت العزباء. أولا، أن هذه البنت لها صديقة سوء، يعني تصاحب بنت أخرى سيئة السمعة. أن هذه البنت تبتعد عن طاعة الله وعليها التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أن هذه البنت تسيطر عليها الأحزان والهموم والكرب في هذه الفترة. أن هذه البنت تفكر في أشياء كثيرة، ولكن هذه الأشياء سوف لا تتحقق. فرؤية البنت السمراء القبيحة في المنام بالنسبة للبنت العزباء رؤية غير جيدة على الإطلاق، وتدل على هذه الأشياء التي قلنا عليها. أما بالنسبة للرجل المتزوج الذي يحلم الزواج بامرأة سمراء، أو يحلم أنه يجامع امرأة سمراء في المنام، فهذه الرؤيا إنما تدل على سوء حال هذا الرجل، وأن هذا الرجل يرتكب المعاصي والمحرمات وعليه التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أن هذا الرجل سوف يقع في مشاكل كثيرة في الفترة المقبلة من حياته. أما إذا كانت هذه البنت السمراء جميلة وحلم بها هذا الرجل، فهذا يدل على المال الوفير الذي سوف يحصل عليه هذا الرجل في الفترة المقبلة من حياته. أما بالنسبة للمرأة المطلقة أو الأرملة التي تحلم في منامها بكسرى المرأة أو البنت السمراء القبيحة في المنام، فهذا يدل على مشاكل وهموم سوف يقعون فيها، أو أنهم يعنون شيئا معين ولكن لا تتحقق أهدافهم وأمانيهم على الإطلاق. أما بالنسبة للشاب الأعزب الذي يحلم البنت السمراء في منامه، فهذه الرؤيا أيضا رؤية لا خير فيها على الإطلاق، تدل على تقفيل أبواب الرزق أمامه، وهذه الرؤيا تعبر وتدل على أن هذا الشاب سوف يقع في مشاكل في الفترة المقبلة من حياته. أما بالنسبة لباقي الفئات التي ترى البنت السمراء القبيحة في المنام، فهذه الرؤيا إنما رؤية شر ورؤية غير محمودة على الإطلاق. السادة المشاهدين، أحبكم بلا حدود، وأتمنى من الله لكم التوفيق، وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.